هنعمل مع بعض النهارده كاتشب الشركات. اول حاجه معايا لتر ونص من عصير الطماطم، هنزل بيهم في وك سخنه وهسيبهم يغلوا، وبعدين ههدي عليهم النار لحد ما الميه تتبخر تماما. معايا هنا نص كوبايه من الخل، معايا تلت كوبايه من السكر، معايا معلقه كبيره نشا. الطماطم هنا بدأت تغلي معايا، فهديت عليها النار بقى وهفضل اقلب فيها من وقت للتاني عشان ما تتلسعش من تحت. الطماطم هنا خلاص اتكثفت معايا تمام، تقلت. والطماطم طبعا بنكون مصفينها كويس تماما من البذور والقشور. هبدأ بقى، نزلت بقى بتلت كوبايه السكر، وهنزل بيه نص كوبايه من الخل. لو الخل بتاعك حامض زياده ممكن تقللي. هنزل بقى بمعلقه صغيره من الملح ورشه بابريكا ورشه فلفل اسود، ولو عندك توم باودر وبصل باودر حطيهم، عشان انا بس ما كانش عندي لكن حط. هنزل بقى بمعلقه كبيره عشان دوبتها في نص كوبايه ميه، وابدا بقى اقلب. كوبايه ميه، ما نسيبش ايدينا خالص بقى لحد ما يوصل معانا القوام الكاتشب المتعارف عليه. فضلت اقلب بقى لحد ما النشا استوت ووصلت للقوام المظبوط. هقفل بقى عليه النار واسيبه يبرد تماما، ولما يبرد هرجع لكم. بقى الكاتشب بتاعي عشان يهدى ونسيبه يبرد تماما، بعدين يبرد تماما وبعدين ندخله الثلاجه. الكاتشب بتاعي بقى وقوامه الجميل. تعالوا بقى نحطه في ازازه ونشوف كده اختبار الكاتشب. كان عندي ازازه بقى بتاعت صوص قديمه، حطيت فيها صوص الكاتشب تمام. نبدا بقى نختبره مع بعض كده اهو اهو. بصوا قوامه زي الجاهز بالظبط. اعملوا بقى